مباراة مجنونة بين الشقيقين المنتخب المغربي والمنتخب العراقي من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل من أولمبياد باريس. بصراحة مباراة صعبة جدا لكلا الفريقين. من خلال هاي الفيديو راح نحكي عن تشكيلة الفريقين وعن هاي المباراة المهمة جدا، ويلا بنا ننطلق إلى التفاصيل. ادعمونا بلايك واشتراك، ويلا إلى التفاصيل. السلام عليكم، حياكم الله، معكم علي بحلقة جديدة وفيديو جديد. إذا مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب المغربي، مباراة أكون أو لا أكون. بصراحة خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني لخبط جميع الأوراق بمجموعة منتخبنا الوطني. شلون؟ كل فريق حاليا عنده 3 نقاط، أرجنتين 3 نقاط، منتخبنا 3 نقاط، المغرب 3 نقاط، المنتخب الأوكراني 3 نقاط. وإحنا أبد ما كنا متوقعين بأن المنتخب المغربي راح يخسر من المنتخب الأوكراني رغم النقص العددي. شفنا مستوى هائل ومستوى ممتاز من المنتخب المغربي أمام المنتخب الأرجنتيني، فقلنا مباراتهم أمام أوكرانيا بمتناول اليد. ففوزهم على المنتخب الأوكراني كان من صالح منتخبنا الوطني. شلون؟ أول شيء بنسبة كبيرة المنتخب المغربي يضمن التأهل إلى الدور المقبل، فمن الممكن كان سيد طارق يريح العناصر الأساسية، بالإضافة بأنه أوكرانيا كان يغادر البطولة، فيبقى عندك ثلاث منتخبات ينافسون على بطاقتين. أما حاليا 4 منتخبات على بطاقتين، فللأمانة خسارة قاسية جدا أمام المنتخب الأوكراني. بالنسبة للمنتخب المغربي يعني ما حد كان يتوقع، حتى أمام المنتخب الأوكراني المنتخب المغربي قدم مستوى جيد جدا، ولكن للأسف يعني أحيانا كرة القدم تكون ظالمة، الفريق يؤدي يعني فرص وهاي، بالأخير تشوف الفريق اللي ما يؤدي بشكل جيد يفوز ويخطف 3 نقاط. هاي بالنسبة للمنتخب المغربي. زين، تشكيلة المنتخب المغربي بأي تشكيلة راح يدخل سيد طارق أمام منتخبنا الوطني؟ طبعا بصراحة احنا كنا نتأمل أو أنه احنا عندنا أمل منتخبنا الوطني يرافق المنتخب المغربي، ولكن للأسف الأمور صارت صعبة جدا جدا. يعني ماكو مجال لا أمام المنتخب المغربي ولا أمام منتخبنا الوطني، ماكو بديل غير الفوز. لازم أنه أنت تضمن الفوز حتى تبتعد عن الحسابات المعقدة. زين، علي إلا فوز لا، ممكن حتى في حالة التعادل، ولكن أنه أنت تدخل بحسابات معقدة ما تعرف نتيجة المباراة المنتخب الأوكراني مع المنتخب الأرجنتيني. فالمنتخب المغربي يضم بصفوفه يعني عناصر جيدة جدا، أغلبهم 12 من 11 ل 12 لاعب محترفين بالدوريات الأوروبية. توقعي بأن المنتخب المغربي راح يرجع على نفس التشكيلة، لأن أمام المنتخب الأوكراني لعب بأسلوب 4-4-1-1. أما أمام منتخبنا الوطني أتوقع راح يرجع على نفس الأسماء، أتوقع راح يرجع على نفس التكتيك أو رسم التكتيكي أمام منتخبنا الوطني، بمركز حراسة المرمى منير المحمدي، الظهير اليسار أشرف الحكيمي واليمين زكريا، قلب الدفاع أسامة ومهدي، وبخط الوسط ريشارلسون وأسامة تريجلين. أما بالمقدمة إلياس بن صخير وبلال الخنوس وإلياس خوماشو، وبخط الهجوم سفيان الرحيمي. يعني كل العناصر اللي ذكرتهم أتوقع بأن سيد طارق راح يدخل بهذا الأسلوب. يعني سفيان الرحيمي لاعب خطير جدا، أتمنى من خط دفاع منتخبنا الوطني الحذر. عندك أشرف حكيم، أكيد اللاعبين والكادر التدريبي وكل العالم يعرف مدى قيمة وأهمية أشرف حكيم، ولكن سفيان رحيمي يا جماعة تحركاته يعني مزعج جدا بالنسبة لأي مدافع. فهذا تشكيلة المنتخب المغربي أمام منتخبنا الوطني. أما بالنسبة لتشكيلة منتخبنا الوطني بمركز حراسة المرمى حسين حسن. حسين حسن يعني نتمنى من حسين حسن أنه
أوكي ماكو مجال إنه يتطور بأولمبياد باريس، ولكن بالمستقبل نتمنى من عنده إنه يتطور من يستخدم تمريرات أو رجليه إنه ما يمرر الكرة للخصم ويرجع بالتالي مرتدة بالنسبة لنا. خط الدفاع نتمنى بأن سعد ناطق يشارك، فإذا كان جاهز كل مرة نسوي تشكيلة نقول سعد جاهز، ولكن بالأخير قبل ساعة من المباراة يقول لك والله سعد مصاب ومو جاهز. يعني خسرنا انه احنا يا سيد راضي شنيشل خسرنا لاعب بخط الدفاع، ما اعرف يعني بسبب ما اعرف شو اسميه يعني بصراحة. يعني جيب سولاقة، جيب اي لاعب على الاقل يكون جاهز، مو لاعب سعاد ناطق انه انت خسرت لاعب فوق سن القانوني. للأسف يعني يعني استعدادنا لأولمبياد باريس ما كان بالمستوى المطلوب. والله أنا حكيت هاي الأمور قبل أولمبياد باريس، ولكن ما أعرف يعني جماعتنا بالإضافة إلى زيد تحسين وحسين عامر نفس الكلام اللي حكيته بخصوص حسين حسن ينطبق على زيد تحسين من يستخدم رجليه. يعني هو نقدر نقول ناحية قطع الكرة نقدر نقول جيد، ولكن من يستخدم رجليه دائما نشوفه يرتكب أخطاء، من يمرر الكرة تمريرات قصيرة يرتكب أخطاء. أتمنى من سيد راضي شنيشل أنه ما يرتكب نفس الخطأ اللي ارتكبه أمام المنتخب المغربي ويلعب بقلبي دفاع. يعني أبد ما كنت متوقع بأن راضي شنيشل أمام الأرجنتين يدخل يلعب بقلبي دفاع. لازم أنه أنت تقدر الخصم وتعرف إمكانيات الخصم وتعرف إمكانياتك أنت. أنه إحنا نلعب أحيانا 3 قلوب دفاع وشوارع بخط دفاع منتخبنا الوطني، فكيف أنه أنت تلعب بقلبي دفاع وأمام فريق كبير؟ وهسه حاليا المنتخب المغربي صدقوني رغم أنه هو خسر من المنتخب الأوكراني، ولكن مو منتخب سهل بمتناول يد، لا 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 أبدا. فأتمنى بأنه نلعب ب3 قلوب دفاع. ظهير اليسار راح يكون مكنزي ومصطفى سعدون بجهة اليمين. علي ليش تخلي مصطفى سعدون مو حسين؟ أنا أتمنى بأن راضي شنيشل يخلي حسين علي، ولكن هو مقتنع بمصطفى سعدون. ما أعرف يعني بالأخير هو اللي ماذا يقولون، هو المدرب يتحمل المسؤولية، خلاص هو المدرب اللي راح يتحمل مسؤولية. بخط الوسط عندك كرار ومنتظر. زين بايش، شفنا بايش سوى بخط الوسط المنتخب، فلش دمر خط الوسط ما موجود اصلا. ويقول لك كان ضايج لان راضي شنيشل بدله بالشوط الثاني. يعني اول ما تأهلنا الى اولمبياد باريس احنا قلنا محتاجين الى 3 لاعبين لتعزيز صفوف المنتخب العراقي. 3 لاعبين ده نقصد فوق السن القانوني، لاعب بخط الدفاع يعزز المنظومة الدفاعية، ولاعب بخط الوسط. شفتوا يا جماعة المنتخب العراقي ببطولة كاس آسيا معاناة بخط الدفاع بخط الوسط. بالتالي سيد راضي شنيشل راح يعني كم لاعب جناح عنده بالقائمة؟ عندك يوسف، عندك بلند، وعندك منتظر، وعندك يوسف الأمين، وعندك إبراهيم بايش، وعندك نهاد محمد. نسينا أحد ما أعرف إذا 6 ماخذ وياه 6 أجنحة، يعني على الأقل لاعب قلب دفاع. زين بعدين إنه أنت عندك لاعبين خط وسط، ليش تجي تحور؟ ليش تجي نهاد لاعب جناح تخليه خط وسط؟ ليش تجي إبراهيم بايش لاعب جناح تخليه خط وسط؟ ليش تجي مصطفى سعدون هو او حسين علي هو لاعب ظهير تخليه قلب دفاع ومصطفى قلب دفاع بعدين تغير؟ ما اعرف يعني تخبطات، ما اعرف والله تخبطات للاسف ادى الى انه الامور اوكي. المنتخب الارجنتيني منتخب كبير، ولكن مثل ما يقولون كان بالامكان افضل مما كان. اما الجناح علي جاسم ويوسف الأمين، وعندك تعال يا علي جاسم وين رحت، وعندك أيمن حسين. يعني أتمنى أنه إحنا نلعب بتشكيلة 5-4-2. علي جاسم ممكن أنه سيد راضي شنيش اللي يستعين بعلي جاسم بالشوط الثاني يكون أكثر فاعلية، يكون تواجده يكون فعال ويقلب نتيجة المباراة.
زين ليش علي من بداية الشوط الثاني ما تقول انه علي جاسم ينزل؟ حكيت بالفيديو السابق هذا اللاعب مرهق، هذا اللاعب تعبان بسبب كثرة المباريات اللي لعبها علي جاسم مع المنتخب بالدوري وهو مصاب حاليا. فطبيعي جدا اللي تشوفه حاليا من علي جاسم اداء يجوز واحد يقول والله اداء علي جاسم غير مقنع. فمن وجهة نظري طبيعي جدا. يعني للأسف انه بالاخير للأسف انه القرار النهائي انه اما منتخبنا الوطني خارج البطولة واما المنتخب المغربي خارج البطولة. مثل ما قلت خسارة المغرب من المنتخب الاوكراني لخبط كل شيء، والا ما كنا نواجه هذا المصير. فلازم منتخبنا الوطني يحسم الامر انه انت القرار بيدك. تعادل في حالة خسارة يعني رسميا اقدر اقول خارج، ولكن في حالة التعادل تنتظر نتيجة مباراة الارجنتين واوكرانيا، يعني تجي تنتظر هدايا من الخصم. لا، لازم انه انت من البداية تفوز وتتأهل. فيا سيد رادي شنيشل ويا لاعبين، اتمنى من عندكم، ترى المنتخب المغربي مو منتخب سهل، لا ابدا. بالمرتدات كونوا سريعين، بالمرتدات التحضير النفسي والتحضير الذهني امام المنتخب المغربي مهم جدا. العامل النفسي مهم جدا، صدقوني. المنتخب المغربي بعد اصعب من وجهة نظري من المنتخب الارجنتيني. علي انت دا تقول هذا الكلام لان بالفيديو السابق او قبل اولمبياد حكيت قالوا تهبط من معنويات. هذا مو قصة اهبط من معنويات اللاعبين. كرة قدم عقل فكر، لازم انه انت تقدر خصمك. يعني ريال مدريد شفتوا بدوري ابطال اوروبا اغلب المباريات يرجع يلعب بتكتل دفاعي. يعني مثلا امام مانشستر سيتي لعب بتكتل دفاعي واعتمد على المرتدات، وبالاخير فاز بلقب دوري ابطال اوروبا. فلازم انه انت تقدر خصمك. يعني شنو تجي امام المنتخب المغربي مثلا تريد تفتح الملعب امام المنتخب المغربي، بالتالي شنو اللي راح يصير؟ صدقوني اذا فتح راضي شنيش الملعب امام المنتخب المغربي اول 5 دقائق 4 دقائق راح يسجلون هدف بمرمانا. زين بعدين شنو اللي راح يصير؟ انهيار كامل بالفريق. هاي النقطة. والنقطة الاخرى يا شباب الاجنحة علي جاسم ويوسف الامين، اتمنى من عندكم، يعني هذا دور سيد راضي شنيشل، انه عرضيات الى ايمن حسين بشكل متقن داخل منطقة الجزاء. يعني ايمن حسين عنده القدرة انه عرضية اذا تسوي لها عرضية 3 عرضيات او 2 ممكن يسجل. ممكن تشوف انه هو بالالعاب الهوائية ايمن حسين لاعب ممتاز جدا. ونترك هذا الفكر اللي متجذر عند اللاعب العراقي الانانية. يعني بدنا نشوف بعض لاعبينا يعني ما اعرف الفردية الانانية. هذه الفردية الانانية ممكن انه انت من تواجه فلبين فيتنام ممكن يفيدك، اما تواجه المغرب تواجه المنتخب الارجنتيني لا. يعني دولة محترفين باوروبا، هذا اللي يلعب بالدوري الانجليزي وذاك اللي يلعب بالاسباني وذاك اللي يلعب بالدوري البلجيكي، تجي انه انت تريد انانية وتراوغ. ما اعرف. لازم المدرب يكون له دور. ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. المنتخب المغربي منتخب قوي ومنتخب مو سهل مثل ما قلنا، ولكن كرة القدم فقط اللي يؤدي بالمستطيل الأخضر هو اللي راح يفوز. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك، وأشوفكم في فيديو جديد.